السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. النهارده هنعمل مع بعض التورتايه دي. التورتايه القمر دي معموله ببيضه واحده بس، مقاس 16. ان شاء الله الطريقه بتاعتي تعجبكم. طريقتها سهله جدا وجميله. اتمنى تتابعوني لاخر الفيديو وتشوفوا كل الخطوات لانها مهمه جدا. طبعا لو انتي اول مره تشوفيني، انا دعاء ابراهيم وقناتي بتخص التورت والحلويات والمعجنات. اتمنى تعملي لي متابعه لقناتي، اشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك اشعارات مني بكل جديد ان شاء الله. ما تنسوش طبعا يا بنات تعملوا لايك للفيديو وتسمعوا الفيديو للنهاية. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل الكيك الاول ازاي. بصوا التورتايه زي ما انا قلت لكم حجمها 16. انا معايا ده 138 جرام دقيق اسبونج. انا وريتهم لكم هنا على الميزان. وبيضه، البيضه حجمها كبير. انا بوريكم هنا حجم البيضه لازم تكون كبير. تمام. ومعايا ربع كوبايه ميه ساقعه متلجه، والبيضه ساقعه متلجه، وفانيليا. وهاخد معايا هنا نص معلقه صغيره محسن جل، نص معلقه صغيره. وبنفس المعلقه الصغيره اخدت بيها خل. وهحط 138 جرام دقيق اسبونج. ممكن تحطي 130 جرام مفيش مشكله، يعني 138 جرام دقيق اسبونج وبيضه واحده بس. وهنعمل بيها تورتايه القمر اللي انت شفتوها معايا في اول فيديو دي. طبعا انا ضربت هنا المكونات ومعايا دي الصينيه. انا هوريها لكم هنا المقاس بتاعها. بصوا هي مقاس 16. تمام كده. هبدأ بقى اعمل لها الورقة بتاعتها اللي انا بحطها فيها. انا بوريكم الطريقة اللي انا بحط بيها الورقة. بمسكها واطبقها كده بنفس الشكل وببدأ اقصها، بتطلع لي الدايرة. تمام. انا مكنتش الاول بصراحة بعرف اعمل الموضوع ده. كنت الاول بحط الصينية وبعلم كده بورقة بقلم وبروح جاية قصاها واطلع الشكل اللي هو الدايرة ده. لكن بعد كده خلاص واحدة بواحدة سبحان الله، كل حاجة واحدة بواحدة بتتعلميها وبتبقي استاذة فيها. خلاص الخليط بتاعي اتضرب هنا. ببدأ بس احط من الخليط نفسه في الصينية حاجة بسيطة كده. بصوا انا بضرب الخليط معاكم هنا، شايفين ده 138 جرام دي اسبونج، يعني اقل من ربع كيلو. بدأت احط الورق الزبدة اللي انا عاملاه. حطيت شوية من الخليط في الصينية بتاعتي علشان بس ورق الزبدة معايا يلزق. وحطيتها. وطبعا الفرن انا مولعاه هنا على 180. هتقعد معايا او اقل من 180، حاجة بسيطة. حطيتها على الشبكة في النص وسبتها حوالي ساعة الا ربع. بس بعد نص ساعة كده و5 دقايق تبدأي تبصي عليها، لاني حجمها صغير فمش هتاخد معانا وقت كتير في الفرن. تمام. ببدأ بقى بعصاية شيش طاووق كده، ببدأ اعمل الحركة دي بتخلي مسام الكيك حلوة وبتطلع اي فراغات. خلاص الكيك بتاعي ما شاء الله طلعت اهي، شايفين ما شاء الله مالية الحلة. انا بوريها لكم هنا. اختبرتها زي الفل. هغطيها بقى وسبتها. ممكن تسيبيها 4-5 ساعات 6 ساعات. ممكن تعمليها من بالليل وتاني يوم تشتغلي فيها. انا سبتها بالليل بصراحة وتاني يوم اشتغلت فيها. طبعا عشان ورق الزبدة ما كنتش حاطة فيها كلها، كنت حاطة في جزء لا، فكانت لازقة معايا شوية. المهم ان انا طلعتها. بسلكها من الصينية زي ما انتم شايفين كده وهقشرها اهي، وهنشوف شكلها عامل ازاي. بصوا الكيك ما شاء الله هش جدا وحلو قوي قوي. بصوا ما شاء الله دي مقاس 16 ببيضة واحدة. طلعت لي الكيكاية القمر دي. شايفين حجم الكيك وشكل الكيك عامل ازاي؟ حلو قوي ما شاء الله. هبدأ اقطعها معاكم هنا على رقم 9. طلعت معايا 3 طبقات بالظبط. تمام. لو انتي بقى حابة تزودي التورتيه تبقى عالية، الافضل ان انتي تعملي ربع كيلو في الصينية هتطلع لك ممكن 5 طبقات. تمام. دي بيضة واحدة بس وعملت 138 جرام ما شاء الله. طلعت لي ال3 طبقات دول. بصوا والكيك شايفين هش وطري خالص ازاي، حلوة قوي قوي. خلاص كده انا ضربت كوباية كريمة. هي على فكرة هتاخد اقل من كوباية كريم شانتيه، بس انا ضربت كوباية كريمة. دي كوباية اهي، والكريمة ما شاء الله متماسكة. الدقيق اللي انا بستخدمه جولدن باك والكريمة هايبر. خلاص كده هبدأ بقى احشيها. معايا هنا انا سقيتها بلبن. ممكن تسقيها بسيرب خفيف اللي هو كوباية سكر عليه كوبايتين مية وعصرة ليمونة يغلوا 5 دقايق يبردوا، وبعد كده بتسقي بيه الكيك. تمام. انا هنا ده لبن وعليه فانيليا، نقطة واحدة بس فانيليا انا بحب اسقي بيها، بتديها طعم حلو قوي. بحط بمعلقه صغيره كده حاجه بسيطه. وحطيت كريسبي ابيض في النص. الحشوات دي حاجه ترجع لك انتي، لو حابه تحطي اي حشوه ممكن تعليها بالحشوه على فكره. لو حابه تحطي فيها مانجا، لو حابه تحطي فيها اي فاكهه بتعليها بالحشوه.
خلاص كده. بعد ما حشيتها هبدأ بقى اقفلها. ده اول تقفيل كده، ببدأ بس الم الفرافيت بتاعه الكيك زي ما انتم شايفين. انا ما سرعتش الفيديو هنا عشان اوريكم الخطوه اللي انا بعملها دي. هبدأ بس اغطي الكيك كده بالكريمه. المرحله دي ان انا يعني بلم الفرافيت بتاعه الكيك علشان بعد كده لما اجي اجلسها او اجي احط عليها الكريمه تاني مره ما يبقاش فيه معايا اي فرافيت كيك خالص. هبدأ امسح بقى البورد بتاعي وادخلها التلاجة. انا دخلتها التلاجة، قعدتها حوالي 4 ساعات في الفريزر، حطيتها في الفريزر. تمام. هبدأ بقى امسحه كده انضفه، لان الكريمه دي لو ما نضفتيهاش ما بتطلعش معاكي بسهوله. طبعا خلاص كده. ده شكلها. دخلها الفريزر زي ما انا قلت لكم، هتقعد حوالي 4 ساعات في الفريزر. طلعتها وخدت بقيه الكريمه اللي كانت باقيه معايا، ضربتها تاني. وبعد ما ضربتها اخدت شويه في كيس كده وحطيتهم عليها من فوق، عشان عايزه اللون اللي تحت يبقى بامبا او بينك كده، واللون اللي فوق ابيض. اخدت بس شويه صغيره دول وحطيت عليهم نقطه من لون البينك ونقطه من لون الفوشيا، علشان يديني بس اللون ده. لاني عشان احط بينك بس او بامبا بس هقدرني احط كتير، فحطيت لون فوشيا مع لون بينك، فطلعت لي اللون ده. اخدت في نفس الكيس اللي انا كنت شغاله بيه اهو، وهبدأ احط بس من تحت كده. ممكن تعكسي انت عايزة تخلي من فوق بامبا او بينك ومن تحت ابيض، مفيش مشكلة. بس حطيت من تحت كده، وهبدأ اعملها بالسكلابر. وعايزة اقول لكم ان انا كان نفسي اوريكم ازاي بطلع الشكل اللي هو الزجزاج ده بيها، بس للاسف حقيقي المقطع ده دورت عليه عندي على الموبايل مش لاقياه، لاني انا فاكرة ان انا صورته كويس جدا، بس مش لقيته على الموبايل خالص. وان شاء الله هعمل لكم فيديو كامل، لان في حد كانت طلبت مني ان هي عايزه الشكل ده. هعمل لكم بس على تورتيه تكون اعلى شويه عشان يبان عليها الرسمه اللي هي التمويجه دي، علشان يعني ممكن تعمليها بكذا طريقه. وهعمل لكم فيديو ليها مخصوص، لان في كانت متابعه طلبت مني التمويجه دي، وان شاء الله هعملها لك بس على تورتيه تكون عاليه شويه. هي دي مش عاليه قوي، تمام، لان هي 3 طبقات بس فمش عاليه قوي. بدأت احط كريسبي. بصوا كريسبي البامبا اللي انا حطيته ده والموف، انا كنت عايزه اكمل الشكل اللي انا عاملاه تحت ده. عليها داير ما يدور كده زي التمويجه برضو بالكريسبي على الحرف بتاعها، بس بصراحه قلت لا، كفايه الجزئين اللي انا حطيتهم دول، وحطيت فراشات. ومعايا طبعا هنا ده توبر صغير للميني تورت، بيبقى فيه توبرات كده مكتوب عليها بيرثداي دي او اي شكل توبر للميني تورت. فاخدت شكل معايا وحطيته على التورتايه، وحطيت فراشتين من الجناب كده علشان تدي شكل حلو للتورتايه من كل الجهات. بس ودي كده شكل التورتايه القمر بتاعتنا، سهله وبسيطه وجميله ومش مكلفه على فكره. لو حسبتي التكلفه بتاعتها مش بتاخد معاكي كريمه كتير ولا مكونات كتير، يا دوبك هي البيضه و138 جرام او 130 جرام دقيق والفانيليا وحاجات بسيطه خالص. عملنا التورتايه القمر اللي انتوا شايفينها دي. يا رب تكون طريقتي عجبتكم. على فكره مشروع حلو قوي، لو حد طلب منك ميني تورته ممكن تعمليها له وبسعر قليل. يعني لو حد طالب منك تورتايه بسعر رخيص شويه، بما ان المكونات بقت غاليه قوي وكل حاجه بقت غاليه جدا، ممكن انت تعمليها له وتضربي الكريمه دي. ممكن تاخد معاكي كوبايه الا ربع كريمه، او يعني ابدأي بنص كوبايه كريمه، لو احتاجتي تاني اضربي لها حاجه بسيطه، لان هي ما خدتش معايا كوبايه الكريمه. يا رب يكون الفيديو بتاعي ده عجبكم. لو في اي سؤال اي استفسار قولولي في الكومنتات وانا تحت امركم. بحبكم جدا. ما تنسوش يا بنات لو وصلتوا معايا لايك للفيديو وتصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. ولو انت مش مشتركه لحد دلوقتي اتمنى ان انت تضغطي على زر الاشتراك. واسيبكم في رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.